في حلقة النهاردة أنا هعرض لحضرتك فيديوهات بالصوت والصورة للمستشار مرتضى منصور وهو طالع بيهين في الإعلامي عمرو أديب بطريقة فعلا مهينة، حرفيا قلب كرامته بطريقة لا تصدق. كمان برضه هعرض لحضرتك فيديو للإعلامي عمرو أديب وهو طالع بيرد على المستشار مرتضى منصور، وكمان بيتهمه اتهامات حرفيا لا تصدق وان هو سبب خراب نادي الزمالك. هنشوف الفيديوهين دول مع بعض وكمان هنفهم التفاصيل اللي خلتهم هما الاتنين يطلعوا يغلطوا في بعض بالطريقة المهينة اللي حضراتكم هتشوفوها بداخل الحلقة. يعني كل اللي مطلوب من حضرتك ان حضرتك تكمل معايا الفيديو للنهاية، ويا ريت لو تحط لايك للفيديو. ودلوقتي علشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نشوف الرد ده من عمرو أديب. مرتضى منصور، ولازم تعرفوا ان اللي قدم البلاغ ده في الارض دي بتاعت نادي الزمالك هو المعزول مرتضى منصور. هيموت الراجل. الغل والحقد اللي بيقول لك بحب النادي وعمري النادي انا وعيالي، انت وعيالك دمرتوا النادي يا مرتضى، وانا ما بخافش منه. انا من 20 سنة قلتها له ما بخافش منك، ومحدش لازم يخاف من مرتضى منصور. يقول لك ايه، احنا مستنيين اما نشوف البلاغ. هو مين اللي عامل بلاغ؟ لازم كل زملكاوي يعرف مين بيوقع في الارض، ومين عايز الخراب للنادي، ومين بيكره النادي، ومين الحقود، ومين اللي حس انه معزول. احنا لبسناه الطرح في سنة واحدة، لبس الطرحة وماشي من النادي وماشي من المجلس، ومصر اتخلصت منه هو وعياله. اخلصوا من مرتضى منصور، ما تخلوش مرتضى منصور يجري وراكم. اتفرجوا على البيان القذر اللي مطلعه مرتضى منصور يرد على الكلام بتاع مجلس إدارة النادي. مرتضى منصور لازم ينتهي. مرتضى منصور فكرة غلط. مرتضى منصور فكرة ابتزاز. مرتضى منصور مش لازم يأثر على نادي الزمالك. انت مع مين؟ انت عايز ايه؟ انت مع الشرعية؟ الشرعية المجلس اللي موجود، الناس المحترمة اللي موجودة. ده راجل ودانا في 60 داهية، وانا قلت الكلام ده في عهده وهقوله تاني وتالت، ولا يهمني بنكلة ولا يساوي حاجة عندي. انا اللي اعرفه انه خان النادي، انه خان الجمهور، انه حط سكينة في ظهر نادي الزمالك علشان يبوظ الارض ويعمل بلاغ ويقف ويعمل. كانوا بيستخدموه زمان عشان يعمل الحاجات دي، دلوقتي ما حدش بيستخدمه وما حدش عايزه، وهو ما يسويش حتى الورقه اللي هو كتب عليها الكلام ده. يا جماعه، الراجل ده بيطلع كل يوم بيقول للدوله المصريه اللي الانتخابات بتاعته كانت مزوره، بيتهم الدوله المصريه انها زورت انتخابات مجلس النواب. ما تردوا عليه، ما تعملوا له حاجه، ولا هو مسنود؟ ارجع تاني واسال مين اللي بيسند مرتضى منصور في البلد؟ هو مرتضى منصور اقوى من نادي الزمالك؟ نادي الزمالك عايز يعيش، نادي الزمالك عايز يتقدم، نادي الزمالك خد خطوات واضحه، نادي الزمالك بيسدد الديون الزفت الزباله اللي عملها هو وعياله، اللعيبه الكسر والعمولات اللي خدها. احنا مش عايزين كل شويه حد يقول لك ايه، مش عايزين. ليه مش عايزين تتكلموا؟ ما تتكلموا وتقولوا مين اللي بيدمر نادي الزمالك، مين اللي عايز يعور نادي الزمالك. ده مش بيعور نادي خاص، ده مش بيضرب نادي خاص، ده بيضرب نادي للدولة، ملكية الدولة، فلوس الدولة، الدولة هي اللي بتشيل، الدولة هي اللي بتستحمل. أنا مش طالب حاجة صعبة، أنا مش طالب كتير. ده طبعا كان اول رد من الاعلامي عمرو أديب على مرتضى منصور. طيب ايه اصلا اللي دخل الاعلامي عمرو أديب مع مرتضى منصور وخلاهم يدخلوا هما الاتنين في الجدال اللي حضراتكم شايفينه ده؟ بالمناسبة برضو انا هعرض لحضراتكم رد مرتضى منصور عليه، ولكن الاول انا عاوزين نفهم الاول ايه تدخل برضو عمرو أديب في الموضوع ده. بالقصة باختصار ان المحامي اللي هو كمال شعيب طلع في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في البرنامج بتاعه اللي هو بيقدمه على اليوتيوب اللي هو برنامج حكاية، وطلع حكاله تفاصيل نادي الزمالك عن اللي حصل من مرتضى منصور زي ما حضراتكم هتسمعوا كده. طيب البلاغ اللي قدمه مرتضى منصور هو العقبة الوحيدة حتى الآن. هو قدم البلاغ، فهو عشان جمهور نادي الزمالك يعرف ان هذه الارض
واقفه ومتعطله بسبب بلاغ المعزول مرتضى منصور. زي ما قلت لسعادتك يا عمرو بيه، بعد هذا الاجتماع يكاد يكون وزاره الاسكان ونادي الزمالك في صف واحد ضد هذا البلاغ وضد هذا المعزول. هو العقبه الوحيده اللي ما زالت عن استلام النادي الارض. وبالتالي احنا النهارده وامبارح واول تقدمنا باكثر من 30 بلاغ ضد هذا المعزول. وبتردوا فيه على الادعاءات اللي هو مقدمها في الورق بتاعه. كل الادعاءات الوارده في الشكوى او البلاغ او الاستغاثات، كل هذه الامور امور كاذبه وغير صحيحه وليس لها سند. وللعلم الوزاره على يقين وكافه جهات الدوله على يقين ان هذا الكلام غير صحيح. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده المحامي كمال شعيب اللي هو تابع لنادي الزمالك، طلع مع الإعلامي عمرو أديب وحكى له القصة اللي حوالين المستشار مرتضى منصور. والقصة باختصار للي ما فهمهاش، القصة باختصار ان نادي الزمالك واخد أرض في 6 أكتوبر حوالي 129 فدان. طبعا الأرض دي المفروض ان نادي الزمالك يبني عليها، ولكن اللي حصل ان نادي الزمالك ما بناش عليها او بنى عليها يعني امور بسيطة جدا. وكمان بيتهموا ان المستشار مرتضى منصور قدم فيهم بلاغ، وهم بيتهموه ان هو سبب البلاغ اللي هو مقدمه. هنا الارض تم الاحتجاز عليها ال 129 فدان، يعني السبب ان مرتضى منصور قدم فيهم بلاغ، هم متهمينه كده. وعشان كده هم قدموا برضه في المستشار مرتضى منصور اكتر من 30 بلاغ ضده، علشان خاطر طبعا يتخذوا معاه الاجراءات القانونية. ودلوقتي تعالوا بينا نسمع رد المستشار مرتضى منصور على عمرو أديب. ده بعد اللي عملته للنادي اوريك انا عملت ايه. واي عيل كلب ابن كلب تاني كلب ابن كلب يقول لك ما هو يعمل ايه لبيب، ما هو اللي خرب النادي. هوريك بقى مين اللي خرب النادي. الورقه والقلم المستند، ولو اتكلمت تاني هديك بالجزمه تاني بالجزمه على طول. شتيمه. تشتمني انا؟ تشتمني انا يا ابن الكلب يا واطي؟ تشتمني انا؟ اوريك بقى انا خيري عليك وعلى الزمالك وكل اللي اتعمل في النادي ده بفلوس مرتضى منصور. زي ممدوح عباس ضحك عليكم، انا دافع 200 مليون كل اللي شايفينه في النادي ده. اصل الموضوع هشام افندي نصر طلع مع الواد العبيط لهبل المتجنن السعودي الاقرع، مع احترام كل القرع، في اقرع نظيف، في اقرع وسخ. ما مؤاخذه يا عم حسن. خارة وفي ايه؟ وانت لازم تترجم. ايوه عمرو اديب، ووريك عمرو اديب قايل على المصريين، قال لك اوسخ ناس. ده كان رد المستشار مرتضى منصور على الاعلامي عمرو اديب زي ما حضراتكم شفتوا كده في الفيديو. بل وبالاضافه كمان انه نشر على حسابه على الفيسبوك التغريده اللي حضراتكم شايفينها دي، طالع برضه بيهين فيها الاعلامي عمرو اديب، وكمان برضه بيكشف حاجات عن الاعلامي عمرو اديب زي ما حضراتكم شايفين كده. ودلوقتي بعد ما حضرتك شفت ده، هل حضرتك برضه مقتنع ان المستشار مرتضى منصور هو سبب خراب نادي الزمالك، ولا هما اللي مكبرين الحكاية عليه حبتين ومتهمينه بالأكاذيب؟ السؤال ده بيرجع لحضرتك. ودلوقتي لو وصلت لحد هنا يا ريت تحط لايك للفيديو وما تنساش تشترك في القناة. أشوف حضراتكم على ألف خير. سلام عليكم.